هو انت متأكد ان الفيسبوك اللي انت فاتحه ده هو الفيسبوك الحقيقي؟ تعال اقول لك تتأكد ازاي. الواي فاي في الاماكن العامة سهل يتعمل عليه هاك، وساعتها الهاكر ممكن يغير الدي ان اس ويوجهك لمواقع مزيفة، وكل بياناتك تتسرق من غير ما تحس. اول ما بتكتب فيسبوك دوت كوم الراوتر بيترجم العنوان لاي بي، لان الانترنت ما بيفهمش اسماء المواقع، هو بيشتغل بارقام زي دي. فالراوتر بيسأل الدي ان اس ايه هو عنوان الموقع ده، فالسيرفر بيرد عليه برقم الاي بي. لو الهاكر بقى قاعد معاك على القهوة يقدر يخلي الراوتر يديلك اي بي مختلف لموقع تاني شبه الفيسبوك بالظبط. ايدي انا عاوز الورقه بتاعتك. وانت هتكتب بياناتك من ضمنها الباسورد، بس للاسف كل ده راح للهاكر، ودي طريقه اسمها دي ان اس سبوفنج. وعشان تتجنب ان ده يحصل لك اعمل الخطوات اللي هقول لك عليها دي. بص يا صديقي، اول حاجه هتروح تفعل الدي او اتش من جوه اعدادات المتصفح، ودي حاجه بتخلي التصفح على الانترنت مشفر وامن، تمنع اي حد يتجسس عليه. تاني حاجه لما تستخدم واي فاي في مكان عام افتح في بي ان، لانه بيخليك متصل بسيرفرات امنه وبيمنع الهاكر انه يعيد توجيهك لمواقع مزيفه. تالت حاجه اتاكد دايما ان علامه القفل دي موجوده في اي موقع انت بتزوره، عشان لما الهاكر يحاول يوجهك لموقع مزيف المتصفح هيحذرك ان ده موقع مش امن. بس في الفتره الاخيره ناس كتير اتسرقت فلوسها من الفيزا. استنى الفيديو اللي جاي وهقول لك ازاي ما تبقاش الضحيه الجايه، وهعلمك تبقى اذكى من اللي بيحاول يسرقك.